بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئتكم بشرح جديد بعد غياب طويل. في بداية الأمر أود الاعتذار عن هذا الغياب الناجم عن ظروف العمل وظروف الصحة. وقبل أن أبدأ بالشرح أود أن أشكر كل من تفاعل مع القناة، وخاصة كل من وضع تعليقا جميلا محفزا لي على بذل المزيد. أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم الرائعة وتعليقاتكم المشجعة. طبعا كل تعليق جميل هي نابعة من قلب طيب وقلب جميل. بسم الله على بركة الله. سأخبركم ماذا أود أن أقدم في هذا الشرح. طبعا هو شرح برنامج ووندرشير فيلمورا. بعد أن قمتم وفعلتم البرنامج التفعيل الصحيح، يجب أن تتعلموا كيفية عمل المونتاج بهذا البرنامج. أود في البداية أن أضع دورة تعليمية من الخطوة 0 إلى خطوة الاحتراف، فمن يوافقني الرأي عليه أن يضع رأيه في التعليقات، وسأجيب على كل تعليق بإذن الله. بسم الله على بركة الله. اليوم سأقوم بشرح كيف تجلب الفيديو الذي تريد العمل عليه من الكمبيوتر إلى داخل البرنامج، بالإضافة إلى كيفية قص لقطة غير مرغوب فيها، وفي الأخير كيف تعمل إخراج للفيديو، يعني كيف تخرج الفيديو بصيغة MP4. بسم الله على بركة الله. هذا هو البرنامج عندي الآن. ما يجب أن تعرفه هو كيفية جلبك للفيديوهات. بسم الله على بركة الله. سنذهب إلى هذا المكان. هذا المكان به سهم صغير هنا الكل ينظر إليه. Importer بمعنى استيراد. أنت تريد أن تسترد فيديو من الكمبيوتر إلى داخل البرنامج لكي تعمل عليه عمل المونتاج. تضغط ضغطة واحدة فقط على السهم الصغير، فتنبثق لديك هذه القائمة. كل ما يهمك أن تذهب إلى الاختيار الأول، Importer des fichiers multimédia، يعني استيراد أو جلب ملفات، سواء كانت موسيقى، سواء كان فيديو، أو سواء كانت صور. تضغط ضغطة واحدة على الخيار الأول فيعطيك الاختيار، يعني الاختيار من حيث الحاسوب من أين تريد أن تجلب الفيديو. أنا سأختار هذا الملف لأني وضعت به كل الفيديوهات التي أقوم بعمل المونتاج لها. بسم الله على بركة الله. أول ما يجب أن تذهب إليه هو أن تضغط ضغطة واحدة على الفيديو الذي تريد جلبه للبرنامج، ضغطة واحدة. ثم بعد ضغطك ماذا تفعل؟ تذهب إلى Ouvrir، يعني فتح. بمجرد ضغطك على Ouvrir انظر أين سيصبح الفيديو. ضغطة واحدة فقط وتنتظر قليلا، يصبح لديك الفيديو داخل البرنامج لكي تقوم بالتعديلات عليه. بسم الله على بركة الله. نبدأ أول خطوة، ويجب أن تنظر إلى هذا المكان. تجد علامة زائد. لماذا علامة زائد؟ يجب أن تضغط عليها ضغطة واحدة. بعد ذلك سيصبح لديك الفيديو جاهز للعمل في هذه المساحة. هذه اسمها مساحة العمل. أضغط على الزائد، أنتظر قليلا، وبهذا أصبح الفيديو عندي هنا في مساحة العمل لكي أقوم بعمل المونتاج له. ما أود أن أنوه هو أن الفيديو موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. هذه الشاشة تستطيع من خلالها النظر إلى الفيديو. مثلا أضغط play
أنا سأبحث عن لقطة غير مرغوب فيها لكي أنزعها. سأحاول أن أجد لقطة غير مرغوب فيها حتى تشاهدوها معي وكيف أستطيع حذفها. إذن نتوقف هنا. شاهدوا معي جيدا هذه اللقطة. مثلا هذه اللقطة على سبيل المثال هي لقطة غير مرغوب فيها. أنا كيف أستطيع حذفها؟ طبعا أعود إلى الوراء قبل بدء اللقطة، بثوان فقط. ها هي اللقطة. أعود من جديد. علي أن أذهب إلى هذه السهم وأضغط عليه ضغطة واحدة بالزر الأيسر وأستطيع سحبه من هنا. أيقونة القص متواجدة هنا. ها هي. ستجدون هذه الأيقونة على شكل مقص، من خلالها تستطيع قص الفيديو وحذف اللقطات الغير مرغوب فيها، أو إن كان فيديو طويل وتريد أن تقسمه إلى جزئين فما عليك سوى الذهاب إلى هذه الأيقونة هنا. طبعا تضغط ضغطة واحدة. بعد ضغطي عليه أصبح عندي فيديو واحد وفيديو ثاني. أنا لا أريد أن أحذف الفيديو الثاني، أريد أن أحذف لقطة واحدة فقط من الفيديو. ها هي الفيديو الأول، ها هو الفيديو الثاني، ها هو. نحن لا نريد أن نحذف كل الفيديو الثاني، نريد حذف اللقطة فقط. نعيد المشاهدة. هذه اللقطة التي نريد حذفها. هنا نوقف تشغيل الفيديو وأعيد الذهاب إلى هذه الأيقونة الخاصة بالقص. أضغط عليها مرة ثانية. بعد ضغطي على المقص أصبح عندي الآن 3 فيديوهات: الفيديو الأول، الفيديو الثاني، والفيديو الثالث. أنا أريد أن أحذف هذه اللقطة، يعني الفيديو الثاني. كيف أستطيع حذفه؟ الطريقة سهلة للغاية. تابعوا معي جيدا. علي أن أسحب التشغيل إلى غاية الفيديو الثاني. انظر، السهم مسحوب في الفيديو الثاني. ثم بعد ذلك أضغط على الفيديو الثاني. بعد ضغطي على الفيديو الثاني أقوم بمسح اللقطة عن طريق أيقونة المسح. طبعا هي مصورة على شكل سلة المهملات. أضغط عليه ضغطة واحدة، ولكن لاحظوا جيدا عندي 1 2 3. بعد حذفي للقطة الثانية انظروا كم سيصبح من فيديو. بعد حذفي للقطة أصبح عندي الفيديو 1 والفيديو 2. سنشغل الفيديو ونرى إن اللقطة بقيت أم حذفت. كما لاحظتم معي الآن اللقطة الغير مرغوب فيها حذفت. كيف نستطيع الآن إخراج الفيديو الجديد بصيغ الأمبيكات أو الويف أو بصيغ أخرى؟ طبعا ما عليك القيام به هو الذهاب إلى هذا المكان Exporting، يعني تصدير. بعد ذهابك إلى هذا المكان تضغط ضغطة واحدة وتنتظر.
في هذا المكان موجود عندي أيقونة خاصة بفيديوهات الهاتف، أيقونة خاصة بفيديوهات اليوتيوب، وأيقونة خاصة بفيديوهات الفيسبوك، وأيقونة خاصة بفيديوهات أخرى لمواقع أخرى هنا، وأستطيع أن أخرج على شكل CD. إن أردت أن أضع مباشرة الفيديو الذي قمت بعمل المونتاج عليه في اليوتيوب مباشرة، يعني دون أن أضعه في الكمبيوتر، فما علي إلا الذهاب إلى هذا المكان، يعني أضغط ضغطة هنا وأقوم بإخراجه. أما أنا أود أن أضعه عندي في الكمبيوتر، فماذا أفعل؟ أول شيء أذهب إلى هذا المكان، أذهب إلى هذا المكان وأضغط عليه ضغطة واحدة. بعد ضغطي عليه يعطيني الصيغ التي أستطيع إخراج الفيديو. عندي WMV MP4 AV MOV FLV، صيغ كثيرة ومتعددة. أنا دائما أفضل أن أخرج الصيغة الموجودة هنا وهي MP4. ولكن لاحظوا جيدا معي، قبل إخراجك للفيديو يجب عليك أن تقوم بإعدادات. الأولى هي تسمية الفيديو بعد إخراجه، وهي الخانة الأولى الموجودة هنا. الخانة الثانية الموجودة هنا. هذه الخانة أضغط عليها وأختار المكان الذي أود حفظ الفيديو فيه. مثلا أضغط أنا هنا هكذا وأضغط OK. تابعوا معي الآن الإعدادات التي المناسبة لإخراج الفيديو. هنا أضغط ضغطة واحدة على هذا المكان ريجلاج، ولكي يخرج الفيديو بجودة عالية أضغط ميور، يعني جودة رائعة. هنا جودة متوسطة، هنا جودة حسنة. يجب عليك أول شيء أن تذهب إلى هنا. سأترك لكم الإعدادات لتتأملوها قليلا، وضعوا إعداداتكم مثل إعداداتي حتى يخرج الفيديو بجودة ممتازة. هنا تختار كما اخترت أنا، هنا تختار كما اخترت أنا، وهنا تختار هذا الرقم، وهنا تختار الشاشة التي تود أن يظهر بها الرقم. طبعا إن أردت تغيير الإعدادات تضغط على هذا السهم الصغير وتغير. بعد أن قمت بضبط إعداداتي أذهب مباشرة إلى OK، وأذهب إلى هذا المكان Exporter بمعنى تصدير. أضغط عليه ضغطة واحدة. بعد ضغطي عليه سيبدأ بإخراج الفيديو. ها هو كما هو واضح أمامكم. يبدأ بإخراج الفيديو. قد يطول العمل حسب طول الفيديو، وبهذا يكون قد انتهى شرحنا لهذا اليوم. ولكن قبل أن أنهي الشرح هناك أمر آخر أود التنويه إليه. كثير منكم يسألني عن كيفية تغيير لغة البرنامج. الأمر بسيط للغاية. طبعا البرنامج يدعم كل اللغات. سألغي تصدير الفيديو من هنا. تابعوا معي جيدا حتى تغيروا اللغة الخاصة بالبرنامج. تذهب إلى هذا المكان فيشي، تضغط عليه ضغطة واحدة فتظهر لديك هذه القائمة. أعيد، تظهر لديك هذه القائمة. أنت اذهب إلى بارامتر يعني إعدادات، هي
الاختيار ما قبل الأخير، تضغط عليه ضغطة واحدة فتظهر لديك إعدادات بهذا الشكل. أنت بالنسبة للغة يجب أن تذهب إلى هذا الإعداد لونغاج، ها هي أمامكم. بالنسبة لي أنا أختار اللغة الفرنسية، أما أنتم اختاروا اللغة التي تشاءون. كيف تغير اللغة؟ يجب عليك أن تضغط على هذا السهم الصغير هنا، تضغط عليه ضغطة واحدة ويعطيك الكثير من اللغات. تجد في المرتبة الأولى اللغة العربية، ها هي أمامكم. هاي. من أراد أن يختار اللغة الإنجليزية يجد أنجلي، اللغة الفرنسية فرنسي، الألمانية وكل اللغات الموجودة هنا. بعد تغييرك للغة مباشرة تضغط على أوك فيصبح لديك البرنامج باللغة العربية. سأريكم كيف ذلك. سأحاول تغيير اللغة إلى اللغة العربية. أضغط اللغة العربية ثم أضغط حسنا. انظروا الآن البرنامج أصبح باللغة العربية. تسجيل، مساعدة، إخراج، تعديل ملف إلى آخره. بهذا الشرح أكون قد أنهيت درس اليوم. أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. اليوم تعلمتم إخراج الفيديو، قص الفيديو، وكذلك تغيير لغة البرنامج. في المرة القادمة بإذن الله أود منكم أنتم أن تقترحوا الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم الشرح.